صحي وصبح يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي استبحنا واستبح الملك لله. يا لهو علي وعلى سنين، ايه مش قادره اشيل كل دي عشان سعاد اختي تعمل السبوع بتاعي. اتبهدلاني الله يعيني يا رب. يا لهوي انا تعبت قوي ده. انا هقف كيدي استريح شويه، يمكن حد يهيني واللي هنا يعدي كيدي يساعدني. لا مش قادره خالص بقى. وعزي راعي يا رب قابل حبيبي. انا لازم اسلي نفسي، انا هفضل واقفه كيدي مش قادر اشيل ولا قادر امشي اروح الدار ولا قادر اعمل حاجه. هعمل ايه يا ربي؟ يا بنتي هناء انت يا بيت، هو ايه صوت القطه ده يا ولاد؟ يا لهوي انا بخاف منها خالص. ايه الصوت دي؟ صوت حسن حبيبك يا بيت. ايوه كيدي لازم اخدك كيدي عشان اشوفك، ولازم امشي وراك البلد كلها عشان ازنقك في الحته دي واشوفك. مستخسري ان انا اشوفك شويه يا هناء. وانت تشوفني ليه يا حسن؟ هو لازم اقول لك انا رايحه فين وجايه منين؟ معلش يعني هو انت مين عشان تقول لي اروح فين ولا امشي فين؟ ولا حيالله خطيبي ولا حتى اتكلمت علي. بقول لك ايه يا حسن، انا كلمتك وقلت لك كذا مره اللي انا جالي عريس يا حبيبي، فلو مش جيت وانجزت يعني هيجي. وابوي بيتكلم عليه وبيقول ان هو احسن واحد في البلد واي بنت تتمناه، فمش تجيني بقى وفي الرايحه والجاي تقول لي حبيبك حسن وروح قلبك حسن. هو حسن عمل ايه؟ هو ايه اللي انت بتقوليه ده يا هناء؟ انا مش مصدق خالص ان هناء حبيبه قلبي هي اللي بتقولي كده. طب انا قلت لك ان انا كلمت امي وكلمت ابوي ومستنيين ما نخلص الاسبوع بتاع فتحي ابن اخويا سعيد نيجي ونتكلم. انا مش مصدق ان هناء حبيبه قلبي هي اللي بتكلمني كده. ايوه يا حبيبي اكلمك كده ونص كمان. طول ما فيش اي انجاز هيجي العريس الثاني وابوي هيوافق عليه وهيبقى امر واقع لي وان انا واقف عليه. وكمان انت يعني امك قاعده كل اسبوع دي والبياتي والعقيقي حتى ما كلمتش مع ابويا ولا امي في حاجه، يبقى امك مش واقفه علي مش عايزاني. ودام هي مش عايزاني انا مش عايزاكوا يا حبيبي. انا قلت لك كذا مره ان امي ملهاش دعوه يا هناء، هي امي هي اللي هتتجوزك ولا اني؟ يا بنتي عيب يا بنتي، ده انا حسن حبيبي كده يا هناء. خلينا اتفاجئ كده من رد وحش، ردك العيفش دي زعلني خالص يعني. بس يا هناء ما تقعديش تقولي العريس دي ومش العريس دي، انا بغير عليكي وبحبك والله. بس الاسبوع يخلص وهجيلك على طول. طب اوعى من وشي يا حسن، اوعى اكيد عشان امي مستنياني في الدار عشان حاجه الاسبوع عشان مستعجلين. اوعى يا حسن من قدامي. طب استني يا بيت هشيل عنك واودهم لك انا الدار فيها، هشيلهم عادي. هقول ان انا جابتك على الطريق هيني ولقيتك مش عارفه تشيلي فروحتهم لك يعني. انت شكلك عايز يا حسن اليوم النهار دي مش عدى على خير عشان ابويا الحاج يروح ماسكني بالبلغ على دماغي. ايوه انت عايزني اتضرب. امشي من قدامي يا حسن، البلد كلها شكلها اتفرجت عليك. ابعد عني يا حسن، انا مش عايزه حاجه يتكلم علي. ابويا الحاج لو سمع ان انا واقف معاك ولا بتكلم معاك هيموتني ويخلص مني. كده يا هناء تتكلمي معايا بالطريقه دي بكره اتجوزك واحكم عليكي وما تقدريش تتكلمي معايا بالطريقه دي. ماشي الاسبوع يخلص بس ونشوف الموضوع بتاع الجواز دي. هتجوزك غصب عنك. ماشي يا حسن انا عايزاك بس تجرب مني تاني، هلم عليك البلد كلها زعلانه منه خالص. يا هناء انا عماله ادور عليكي. اخيرا شفتي يا حسني. بتدوري عليا ليه؟ واسمه بالهناء يا بيت مش هناء. بتدوري عليا ليه يا بيت؟ لا مفيش حاجة، أنا بس كنت في الدار عندكم أنا وأمي وكلهم هناك، فهم عايزين يستعجلوكي فقالوا لي امشي كده يا حسنية يمكن تلاقي هناء فاستعجلك يعني امك وكلهم في الدار عندني ليه يا اولاد؟ هو انتوا صحيتوا بغماسكوا كده نطيتوا علينا في الدار على طول يعني؟ ولا فطرتوا ولا صليتوا الفجرية ولا اي حاجه؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. ماشي انا رايحه اشوف اللي احنا هنبقى فيه دي النهارده، ربنا يعدي اليوم على خير. ماشي يا حسني، خدي مني الكرومبه دي عشان مش قادره اشيل ولا قادره اعمل حاجه. خدي شيلي مني. ده تقيله قوي يا ابن هناء. لا انا مش هقدر اشيلي. تقيله قوي؟ امشي يا حسني امشي، انا مش قادره اشيل. بص انا شايله قد ايه. معلش يا حبيبتي، امشي براحه كده وخلاص احنا داخلين على الدار. ايوه كده يا بنتي يا حسنيه شاطره. خشي معايا كده جوه ندخل الحاجه دي. معلش يا حبيبتي انا عارفه ان هي تقيله عليك.
ماشي حاضر يا ابله هناء، بس انا خايفه من البتاع اللي قدامي دي، هو بيعمل كده ليه؟ ضحكتيني يا بنتي يا عزلية. ده اديك الفروج يا بنت، ما تخافيش ما بيعملش حاجة. خشي يا بنتي قابلي. هيش امشي من قدامي. خلاص بقى يا بنت، هو مش اهو، امشي بقى ده تعبتين. ايوه يا ام فاطمه، ايوه قال ان الحاج الكبير كلمه وقال له الاسبوع الجاي ان شاء الله نقعد وكده مع بعضين ان شاء الله خير، وربنا يتممهم على خير يا رب. بس لسه البنت هناء ما تعرفش حاجه، فما حدش يقول لها كده، خليها مفاجاه او هي تقابله كده وتشوفها تستريح ولا لا. قصدك ايه يعني يا ام سعاد؟ ان هي مش هتستريح لابراهيم؟ ده ابراهيم عسل خالص، ومعلش يعني ما تزعليش، بنات البلد كلها بتجري وراه، معلش قادر ومقتدر ومعاه ويقدر يعيش اي واحد العيشه اللي هي عايزاها. فهنشوف. ما اعرفش بصراحه هناء بنتك مش جاي على بالها ليه يعني؟ يا ام فاطمه هناء ولا ليها يعني على بالها دي ولا دي بنت محترمه وبنت ناس وبنت اصول، يعني مش من نوع البنات اليومين دول ان هي تبص هيني ولا تبص هيني. لا، ده هي مهتمه بالدار مع اميه ومهتمه بكل حاجه، فيعني بنت مجدبه يعني، ربنا يكمل لهم على خير. ايوه يا ام حسني، احنا عارفين كويس ان هناء دلال وجمال واخلاق كمان، واحنا جايين نتكلم يعني على واحده وخلاص، احنا جايين نتكلم على هناء بنت الحاج عبد الله كبير البلد يا اولاد، واميه ام سعاد الست طيبه اللي عمرها ما قالت كلمه عايشه لحد ولا زعلت حد منها، فدمنا كده في ربنا ان هم يوقفوا علينا. حبيبتي يا ام فاطمه، وده العشم طبعا. ايوه يا حبيبتي طبعا، ان شاء الله بس ربنا يكمل لهم على خير وتتم كده على خير ان شاء الله، بس نخلص من السبوع ونخلص من زن سعاد، وبعد كده نخش على هناء، ربنا يخليهم لينا. السلام عليكم. العواف عليكم يا حبايب. خشي ده انت ريخمه، خشي يا صح، ده انت جرفتيني يا حسنيه. ما شاء الله الله اكبر، ربنا يحفظك يا بنتي. والله حرام عليك، تقيله قوي، حرام عليك والله. مالك يا بنتي يا حسنيه؟ مالك زعلانه كده ليه؟ يا ريتي ما رحت دورت عليه، مش هيلاني الكرومبه من اول ما قابلتيه، لا حد هيني، مش قادره اشيلها خالص. تجيلي ده انت مش نافعه يا حسنيه خالص. انت وانا كنت جادك كنت بروح اشتري كل حاجه واقوم بشغل الدار كله. ايه اللي انت بتعمليه دي؟ ده انت زلتيني زله الكلب عشان تشيلي معايا كرومبه. حرام عليك يا هناء، البنت صغيره وكرومبه كبيره قوي وما تقدرش تشيلها. والله حرام عليك يا هناء، الكرومبايه يا بنتي كبيره قوي، شايلها لها كده، ده هي قد كرومبايه. حرام عليك، ما لقيتش غيرها والله، مش لاقي حد في البلد خالص، الناس كلها نايمه، انت مصحياني من الفجريه اجيب لك الحاجات دي كلها. تعطيني انت وبنتك سعاد، بنتك تخلف، بنتك تعمل فرح، بنتك تعمل حيني، شيلي يا هناء شيلي كده، افضل كده لغايه ما تكسروا ظهري. معلش اختك لسه والدي ومش كانت هتقدر تنزل معاكي تشتري الحاجات دي. معلش يا حبيبتي، بكره تتجوزي وتكوني البيت عدلك يا بنتي وهي تقوم معاكي بكل حاجه. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض يا هناء. طب ممكن بقى تنزلي علي ولا هفضل كده حاطه القفص فوق دماغي؟ انتوا شكلكم عايزين تكسروا دماغي وتكسروا ظهري وتكسروا كل حاجه. والله كان تجيل ودماغي جايبه صداع كده ومش قادره. معلش يا هناء، خلاص يا حبيبتي، انا مش هبعتك اجيب حاجه، الحمد لله انت جبت لي كل حاجه يا بنتي، ربنا يخليكي لي. جبت لي ايه بقى؟ هو انا بعتك على ايه؟ طيب ياما الحمد لله اللي احنا جبنا كل حاجه يا حبيبتي. انا جبت لك الفروج، وجبت لك خضره المحشي، وجبت لك فلفل، وجبت لك اتان، وجبت لك الكرومبه. ايوه بس انا جبت لك يعني 5 فروجات. ايوه وجبت لك خضره كتير للمحشي، وجبت لك فلفل عشان انت قلت لي مفيش فلفل كتير. صح كده ولا عايزه حاجه تاني؟ ماشي يا هناء، ربنا يخليكي لي يا بنتي. ماشي يا حبيبتي، جدع يا هناء. ايوه كده بيت تشيل ضربه حالي، الله اكبر عليك، ربنا يخليها لك يا ام هناء. وانت يا هناء اما تشوف حسنيه في اي وقت كده عايزه تشيليها حاجه خفيفه شيليه، مش تشيليها حاجات ثقيله كده، البنت ايديها وجعيتي، حرام عليك. ده راح المدرسه كمان شويه، اوديها ازاي بقى؟ انا بقول لك ايه يا ام حسنيه، انا ما بحبش الجلعه دي، بعد كده اكيد ما شفتهاش خالص، حتى لو شفتيه. ايه فيها؟ هي جت تساعدني، شالت الكرومبه، هتحط لي الكرومبه تاني فوق دماغي وكسرها لي كمان. خلاص اللي حاصل، مش عايزه تروحي المدرسه، مش توديه. وانت جايه لنا من الصبح ليه يا وليه؟ انت وبنتك، انت لسه مش حتى مش فطرتي ببيتك ولا حتى صليت الفجريه، جايه لنا من الصبحيه ليه كده؟ يا لهوي عليك، اسكتي وحطي لسانك في بوقك. ايه اللي انت بتقوليه دي؟ الوليه جايه تساعدني، حرام عليك، انا مكلماها وجايه لها من امبارح ان هي تجيلي. ايه اللي انت بتقوليه دي؟ خلي لسانك في بوقك شويه، ربنا يهداكي. عسل يا بنتي انا والله، دمك شربات على الاخر. ايه بتهزر معاها يا ام سعاد، ما تاخديش على خاطرك كده. في يا وليه بتهزر معاها؟ لا يا ام فاطمه، ما ينفعش تهزر معاها بالطريقه دي. انا عارفه ان ام حسنيه ممكن تاخدها بهزار، بس الطريقه دي لو حد سمعها هيقول عليها ان هي بنت قليله الادب. لمي نفسك يا هناء ويلا اطلع على فوق. انا يا امي قليله الادب؟ طيب متشكرين يا حبيبتي، مش هتشوفي وشي تاني. انا طالعه، انا في داهيه بنت قليله الادب لسانها طويل. معلش يا ام حسنيه. لا ما فيش حاجه والله، انا عارفه ان هناء بتهزر معاي وملهاش ان هي تزعل حد، انا عارفه. انت زعلتيها كده خالص. ما تزعل يا اختي،
ما تزعل ولا تتفلق، المفروض تفهم ان في جسور في الكلام، مش اي كلام نقوله وخلاص للناس. عيب عيب يا ام حسنيه برضه، انت ست كبيره وعيب ان هي تتكلم معاكي بالطريقه دي ولا حتى تهزر معاكي كمان. ايوه صح ايوه صح يا مسعاد. عشان كده انا قلت لازم اناسب الحاج عبد الله تربيه زي الفول وجسول ما حدش يعرف يتخطاها. ربنا بس يكمل لهم على خير يا رب، عشان دي اسعد حاجه عندي في الدنيا ان اخد هناء لابراهيم. والله العظيم البيت هيبقى كله خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، معلش انا اسف، انا ما اعرفش ان في حد هنا. تعال يا حاج، ما فيش حد غريب، ده ام حسنيه وام فاطمه صاحبتي. ايوه تعال. ايوه يا مرحب بيهم، منورين والله. معلش يا جماعه حقكم علي، انا اعرف اللي بيقعد هنا ست ابوهم وجمالات وكمان ام سعاد، فانا اسف يعني اللي انا دخلت كده من غير احم ولا دستور. ضيفيهم يا ام سعاد، انا طبعا مش هوثق عليهم، وربنا يجعل كده ايامنا كلها فرح ونرد كده جمايلهم. جمايل ايه يا حاج؟ ربنا يجعله عامر ويجعل كده بيتك كله فرح في فرح يا رب. ربنا يخليك يا حاج. ام سعاد جامد بكل حاجه، عملت لنا فطور وعملت لنا كل حاجه والله. يجعله عامر يا رب يجعله عامر. ربنا يخليك يا ام حسنيه. شكرا ربنا يستر عليك يا رب. ماشي انا هستأذن باجي عشان اسيبكم براحتكم. يلا سلام عليكم. راجل ولا سيد الرجال، ربنا يخليهولك يا مسعاد، ربنا يخليهولك. بقول لك يا وليدي، هو فين مراته الجديده دي؟ انا جيت الدار هنا مرتين ما شفتهاش خالص. يا لهوي ولا هتشوفيه، دي بتنام بس، بتنام وتعمل تقوم كده تعمل شويه حاجات خفيفه كده من على الوش وتنام. انا اللي شايله الدار كلها، يا ام فاطمه وانت عارفه كده. ايوه ما انا عارفه والله. ربنا يديك الصحه ويغورها من وشك. ايوه والله يغورها من وشك الوليه دي. انا ما شفتهاش لحد دلوقتي، بس يعني ما احبش يعني ان يكون في شريك بينك انت والحاج عبد الله. انتوا واخدين على بعضكم كده وروحكم كده قريبه من بعض، ما ينفعش حد يخش طريقكم. ربنا يسهل لها ست ابوهم ويهديه. بقول لك ايه يا حاج، معلش يعني عايزك بس في كلمه بعد اذنكم يا حبايب. ايوه طبعا اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا ام فاطمه، انت اللي هتقومي بقى بصواني الرجاج النهارده، بتطلع من ايدك زي العسل وتعمى خالص. حاضر يا حبيبتي من عينيا. بقول لك ايه يا بنتي يا حسنيه، هو انت واقفه ليه كده؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي هنا جنبي، تعالي ما تخافيش. ماشي انا جيت جنبك اهو، انا هقعد اعمل معاكي. ماشي يا حسنيه، اقعدي كده بس ما تعوريش نفسك عشان السكينه حاميه خالص. خلي بالك يا حسنيه، لا ما تمسكيش السكينه، انت خدي كده المجوار وجوري كده اي حاجه. ماشي يا عم حاضر. نعم يا حاج، في حاجه جلكتني يا اخوي. ايوه في حاجه. البنت جمالات من امبارح عماله ترجع كتير قوي، وبتقول ان بطلها مقلوبي من ساعه ما شربت المخدر تقيل قوي بيتعب البطن، فمش عارف اعمل لها. سيبك منها يا حاج، هتلاقي بطنها عندها برد ولا حاجه. سيبك منها. ايوه هتلاقيها بتتجلع، انت عارف انت عامل جمالات يعني، انت مش عارف هي بتيجي كده في الاوقات وتحب تتجلع. هي عارفه ان اليوم طويل النهار وتعب، جاي تتجلع وتقول انا برجع وبطني وجعاني. سيبك منها. لا حرام، انا قاعد معاها من امبارح وشايفها كل شويه ترجيع كده، فلا انا هاخدها بعد اسبوع ان شاء الله واروح اكشف عليه اجيب لها علاج ولا حاجه. ماشي يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج. المهم جبت الحاجه يعني ومفيش حاجه ناقصه، لو في حاجه ناقصه قولي لي هديك فلوس وتجيب اللي انت عايزاه عشان الناس ما تيجي ما حدش ياكل وشينا. لا يا حاج، ده بيتك كله عمران بخيرك، ربنا يخليك لينا. لا يا حبيبي احنا جبنا كل حاجه الحمد لله. طيب خير يا حبيبي، انا هستخدم بقى عشان اروح ابص على الارض عشان بقالي كتير قوي ما روحتش، هستخدم بقى واروح. طيب ماشي، بس ما تتاخرش عشان الناس اللي تيجي انت اللي تستقبلهم، عشان يعني مش هقدر انا استقبل الرجال. ايوه طبعا، وانا هسيبك يعني تستقبلي الرجال؟ ده انتوا ليه هبله صح. لا انا مش هعاود، انا هاجي على طول. طيب ماشي يا حاج. اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك، اسمع كلام سيتك ام امك ما تسمعش كلام سيتك ام ابوك، عشان دي حربايه ومش بتجينا لو انت. انا بقى عايزه اعرف هنام شويه في الدار دي ولا مش هنام؟ اطفش يا اخواتي، انت من امبارح انت وابنك صحيين ما تناموا حرام عليكم، اتقوا الله وحسوا بي. وهنقول بقى ايه يا واد يا فتحي، ما تسمعش كلام هناء، اسمع كلام الواد حسن، غلبان خالص. ايوه والله يا واد يا فتحي، غلبان خالص وجميل خالص وانا بحبه. بتحبيه ازاي يا بنت اللي انت بتقولي دي؟ يا لهوي انا وديت نفسي في داهيه ولا لا مفيش حاجه، لا انا بتكلم بهزر كده. لا يا هناء الكلام ده مش هزار خالص، الكلام ده طالع كده من القلب على طول. اللي قولي لي سر بيني وبينك في ايه الموضوع دي؟ قولي لي. ما فيش حاجه صدقيني، انا بقول كده كلام وخلاص يعني بهزر، مش قصدي حاجه خالص. لا مش كلام وخلاص، انت بتلجلجي بالكلام يا بنتي وخايفه. قولي لي في ايه وانا هخبي عليكي، انا اختك يا بنت، انت عبيطه؟ انا سرك المفروض تيجي تقولي لي كل حاجه. ايوه طب بصي انا هقول لك كل حاجه يعني، بس انا خايفه يا سعاد. لا انت هتروح تقولي لابويا وامي، لا انت هتقولي لهم. لا والله ما اروح اقول حاجه في يا بنت، انت قلقتيني. هو في حاجه عيب شيء؟ هو يكون في حاجه عيب؟
عيب شقاء. انت عارفه ان اختك متربيه واخلاق. ايه اللي انت بتقوليه دي؟ لا انا وحسن بنحب بعض يعني. كلام كده بقى وخلاص. هو ايه اللي كلام كده وخلاص يا بنتي؟ بتقطعي في الكلام ده يا بنت؟ كملي. ايه وبعد ما بتحبوا بعض بقى ايه اللي حصل؟ ايوه يعني بنحب بعض يعني هو جاي لي ان هو هيجي وهيتقدم لابوي وهيجوزني وكده يعني. بس هو ده اللي حاصل، ما فيش حاجه والله حاجه تاني. ايوه وانت عارفه ان بعد خناقاتي مع حماتي كل دي هي هترضى عليكي يا هناء. يعني انت عارفه ان هي وحشه ومشاكلها وعيشتهم زي الزفت، وكمان عايزه حسن. هو حسن غلبان وشاب طموح وطول عمره عايش في الارض والشغل بتاعه وعايش شقيان، بس امه وحشه وعيشتها تجري زي وشها. ايوه ما انا عارفه يا سعاد، بس هو وعدني يعني ان هو بصراحه مش هيعيشني معاه ولا هيخليها يعني تمسيني كده ولا تقولي اي كلمه تضايقني. هو وعدني بكده والله. ايوه ده في وعد كمان، ده وعدك، وكمان في كلام حب وفي حاجات كتير شكليه. الكلام ده من امتى يا بنتي انا؟ الكلام ده من امتى؟ بصراحه بقالنا كتير قوي يعني، بقالنا كتير وبنتكلم يعني في التليفون. والنبي تقولي لابوي، تقولي لابوي يا سعاد، انت عارفه يا ابويا يذبحني في التليفون. ايوه ما فيش مقابلات ولا حاجه؟ قولي عشان اقول لك تعملي ايه يا هبله يا هطل انت. لا ما بتتقابلش. ده هو يعني ما بنزل اجيب حاجات لامك من السوق وكده بيشوفني من بعيد، وساعات يعني بيفضل كده واقف لي عشان يشوفني، بس ماني يعني مش بروح اشوفه. بقول لك يا سعاد انا خايفه منك، خايفه خالص. خايفه مني ليه؟ انا سيرك يا حبيبتي واختك. بس عايزه اقول لك حاجه، انت شايفه اللي انت بتعمليه ده صح ولا غلط؟ انا هخليكي انت اللي ترد على نفسك. ايوه انا عارفه ان انا غلط، وعارفه كويس كمان اني ما ينفعش اكلمه في التليفون، وعارفه كويس برضه اني ما ينفعش اشوفه ولا اقابله في حته بري. بس والله انا بشوفه بس ساعه ما بروح اشتري لامك حاجات من السوق، اما مش ببقى يعني قصدي ان انا انزل اشوفه. فانا عارفه ان انا غلطانه وهو عارف كمان وخايف، بس مش بيجيده حاجه. انا طلبت منه ان هو يجي يتقدم، وكمان طلبت منه شقه يعني تمليك. هو مش بيجيده ان هو يجيب شقه ايجار يعني مش بيجيده ان هو يجيب شقه تمليك، هو عايز يجيب شقه ايجار وانا مش عايزه كده. ايه رايك يعني في الكلام دي؟ بصي يا هناء، يعني نصيحه كده من اختك الكبيره، مش بالشقه يا حبيبتي، مش بالتمليك ولا بالايجار، بالشخصيه نفسها. ما هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ابوكي يرفض عشان يعني سعيد جايب لك شقه تمليك، فهو هيعوز نفس النظام يعني ان انا برضه اقعد في شقه تمليك. فعشان كده هو مكسوف ومش عايز يجي يتكلم عشان هو مش هيقدر على كده. بقول لك ايه يا هناء، ده ابوه الله اكبر مقتدر وامه معاه فلوس يا حبيبتي يقدروا يساعدوه، بس انت تخشي في نفوخهم كده ويوافقوا عليك. هما مين دول اللي تخشي في نفوخهم ويوافقوا عليك؟ مين دي ومين دول؟ لا يا عم، ده البت بهاني صاحبتي جاي لها عريس يعني، فبقول ان هو كويس يعني ويا رب يوافقوا عليه بس كده. ينفع يا سعاد؟ انا جاي شهيدك اهو. ينفع البت هناء دي تكلم ام حسنيه بطريقه وحشه وتقول لها انت اللي جابك عنديني من الصبح كده والوليه جايه تساعدني؟ ينفع كده؟ دي طريقه يا اولاد؟ لا عيب يا هناء، ده ست كبيره وعلى طول بصراحه مش بتسيب امك في حاجه. عيب دي غلبانه خالص. في حد يقول لحد كده؟ والله يا سعاد ما قصدي حاجه، مش قصدي حاجه والله يا عم. انت بتاخد على خاطركم وانا ما بحبش كده. انا بتكلم كده من تلقاء نفسي من قلبي يعني. من قلبك يعني الكلام ده كله من قلبك؟ مالكيش دعوه. انت مش بتوقفي جنبي زي ما هي بتوقف جنبي، دي صاحبتي وحبيبتي وجارتي من زمان. مالكيش اللي انت تتكلمي معاها كده ومشيله كرومبه للبيت. حرام عليك، تجيله قوي يا بنت يا سعاد، انا مش قادره اشيلها. مشيله البيت من ساعه ما شافتها لحد الدار هنا. ده انت نصيبي. مش بساعدك زيه. لا هي ام حسنيه كل يوم نايمه معاكي في الدار ونايمه في حضنك كل يوم يومين. طيب الكلام دي هيتحسب معاكي بعدين. خلينا نعدي النهارده اليوم على خير. وحاجه تاني زعلتني منه. ينفع ام فاطمه جاي وانت عارفه وانا جايه لك يا سعاد على العريس اللي جاي لي ابراهيم؟ ينفع ام فاطمه تشوفي بتتكلم بالاسلوب دي ولسانها طويل كده تقول ايه يا اولاد تربيه مش كويسه وبنت قليله الادب وما تعرفش الاصول يتكلموا عليا كده؟ بنت قليله الادب حتى ما احترمتش ان ام فاطمه قاعده. ايوه لا عيب يا هناء. هو الكلام دي كان قدام كمان ام فاطمه؟ لا عيب. بقول لك يا سعاد، امي كلمتني على موضوع العريس دي وانا قلت لي انا مش عايزه اتجوز. انا قاعده جنبيها هنا يعني. هو انت ما اتجوزتي يعني خدت ايه؟ لا انا مش عايزه اتجوز. فارفضي موضوع العريس دي وانا مش عايزه الموضوع ده يا امي. هرفض العريس يا امي وارفضي العريس يا امي. اصل احنا هنمشي مزاج هناء على الدار كلها. لا يا ماما مش بمزاجك. العريس لو كويس وهيعيشك عيشه حلوه احنا اللي هنكتب كتابك. احنا مش مستنيين موافقتك يا هناء. والله كمان عايزين تجوزوني بالعافيه؟ والله حرام عليكم. ناس ظالمه ولو انا اتظلمت واتجوزت واحد مش بحبه هفضل ادعي عليكم طول عمري. بتحبيه؟ هو احنا عندنا الكلام ده يا بيت؟ عندنا الكلام هنا في الدار تحبيه ولا مش تحبيه؟ العيب يا حبيبتي الراجل في جيبه. عيب الراجل في جيبه. اما الراجل طول ما جيبه عمران وبيته عمران يبقى ما يتعيبش يا روح امك انت. ايوه صح يا هناء. انت كل شويه ايوه صح وايوه عيب. انا كنت قاعده بحكي من شويه. ماشي انتوا الاثنين. انا ههرب وهسيب الدار خالص وابعد عنكم اللي انتوا بتعملوه دي.
في داهية بنت قلة الادب، لسانك طويل، يا ريتني ما جبتك ولا ربيتك، بنت قلة الادب. بالراحة ياما عليه، البنت لسه صغيرة برضه، انا غلبانة والله. بالراحة عليه، هي هتوافق وكل حاجة ان شاء الله تتم على خير. بالراحة عليه واحنا هنفهمها كل حاجة. لا يا سعاد، البنت دي مش زيك خالص، لازم تمشي كده ونديها بالبرغة على دماغي عشان تقول حاضر وتقول نعم. قومي كده يا بنتي تسبحي وتسبحي ابني، وقومي البسي كده عشان احنا جربنا نخلص الواكل، عشان نعمل الصباع بتاعك ونفوق لهناء دي ونشوف اخرتها. ماشي يا حاضر ماشي. انزلي كده وشوفي هم قربوا يخلصوا ولا لا عشان ابويا ما يزعقش، وانا هلبس اهو وهلبس فتحي. ماشي يا حبيبتي. شكلك قصتك هتبقى كبيره قوي يا بنتي هناء مع ابوي وامي. ربنا معاكي ويوفقك. يلا يا فتحي عشان نلبس عشان ننزل للسبوع. ايوه يا ام حسني، انتوا عملتوا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا خلصتوا خالص ما شاء الله. هو فاضل ايه؟ ايوه خلصنا يا حبيبتي. ام فاطمه جامت ايديها بايدي كده وقلنا نخلص. ايوه الحمد لله خلصنا اهو. ما فاضلش بس غير صينيه الفراخ اللي ورايا دي هتخش الفرن، والمحشي يكمل سواء بس، وخلاص خلصنا الحمد لله. الله يبارك لك يا ام حسني، انت وام فاطمه يا رب، ويخليكوا ليجي ونفضل كده حبايب طول العمر يا رب. ماشي، انا هرجع كده اكلم الحاج واشوفه فين، واخلي البنت سعاد تلبس كده هي وابناهي عشان نبدا بقى نعمل لها السبوع بتاعها. ايوه صح. وفوقي كده وفوقي 6 بوغم عشان نلق الهون بدري قبل العصريه ما تقدم. يلا روح. ماشي يا حبيبتي، ماشي هروح اقول لها. بقولك ايه يا عم، بقولك ايه؟ ايوه قولي يا حسني، انت جيتي منين وانت كنت فين يا بنت؟ عماله ادور عليكي في الدار كليه. كنت بلعب مع العيال بره في الدار يا عم. انا جعانه، انا جعانه خالص. الوكل ريحته حلوه وعايزه اكل، حطي لي اي حاجه كل. ماشي يا حبيبتي. ام هناء تنزل كده واستخدم منه احط لك شويه محشي تاكليهم. حاضر، ويكون كمان المحشي كمل سواء. روحي كملي اللعب وانا هنادى عليكي شويه كده. ماشي يا عم. انت هنا يا حاج؟ ده انا قلت هتصل بيك في التليفون. طب كويس اللي انت هنا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفرحك يا حاج بيهم يا رب. ايوه ما انا انا هنا من بدري، جبت الراجل يعلق لنا كده وينور الدار. ايوه ما انا شايفه النور كله جاي منك انت يا حاج، ربنا يخليك لينا. ماشي، انا اروح بقى اجل سعاد اخليها تيجي. ماشي يلا روح وجهزي كده انت كمان، وجهزي الواكل ما تنسيش. ماشي يا حاج حاضر. ما تخلص بقى يا جدع انت، هو احنا نفضل كده من الصبح نعلق في اللوند؟ ما تخلص. حاضر يا حاج، انا خلاص خلصت اهو. انجز كده، الله يرضى عليك، ورانا حاجات كتير عايزين لسه نعملها. انجز ويخلص. انا جهزت اهو، والسلطان فتحي جاهز. احنا جاهزين يا جماعه، جاهزين للسبوع الكبير بتاعنا. يا بنتي يا سعاد، بسم الله ما شاء الله، جهزتي يا حبيبتي؟ الله اكبر، الواد فتحي قمر قوي، حلوه قوي. مين يا بنتي اللي شغالك البخور دي؟ 6 بوم ياما، جت وشغلته لي وقالت لي سيبيه عشان يبخر الجود ويخليه ريحته حلوه قوي. ايوه صح، ايوه حلوه قوي. بس افتحي الشباك كده عشان مش يتعب صدركم يا بنتي، وكمان اتفرجي ابوك عامل لك ليلي ولا الف ليله وليله. ده مش عمال ساعه فرحك يا سعاد، فرحان قوي وقاعد عمال يحط اللوند ويحط الواكل ويعمل كل حاجه تحت. انزلي بقى يا بنتي عشان تفرحي معانا. ايوه يا حبيبي يا ابوي، الواحده سناده وظهرها ابوه، ربنا يخليهولنا يا رب. ماشي يا عم، انا هنزل وراك. معاك العسل يا حاج، ربنا يخليك لينا. مجنون يابا، اقف مع الحاج كويس بدل انت جاي كده. جو بيبقى زي حياته وخليك صبيان وبنات.
ايه دي؟ في يا ولاد؟ مالك يا جمالات؟ مالك؟ مالك يا جمالات؟ ايوه فيها جدتي مالها؟ مش عارفه يا بنتي، وقعت كده من طولها. مالك يا جمالات مالك؟ شيلها يا حاج شيلها. اتصرفوا يا ولاد، اتصرفوا شيلوها وهاتوا لها التمرجي بالله عليك، وانا خايفه عليها. ايه شغل الحريم دي؟ قومي يا جمالات، ها وانت جايه تهزري معانا في الوقت دي؟ لا حرام عليك يا هناء، ده مغمى عليه، مغمى عليها خالص، مش بتهزر دي، لا دي تعبانه خالص شكلها. شيلها يا حاج شيلها، واحنا هنجيب التمرجي حالا. وانت كمان يا منيل، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ هو في يا بيت وحش؟ ده ابوي قال لي انت كبرت يا سعيد وبقيت اب خلاص، ما ينفعش ان انت تحلق الشنب بتاعك، ولفيت عيمي على شعري كده، وحش ولا؟ لا طبعا مش عاجبني خالص. على العموم انا هسيب راجل المتابعين هم اللي يقولوا لك، وكمان هروح اطمن على جمالات. انا هقفل بقى يا جماعه عشان شكلها المشكله كبيره، جمالات تعبانه قوي. ماشي، ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وعايزه تفاعلوا كده في الكومنتات وكلام حلو. يلا سلام عليكم.